وهي طبعا بتسيب كلامها وافعالها وبتمسك في رد فعله اللي هو محدش يقدر يلوم عليه، وهي بتروح هي والعيال عند ابوها لان خلاص فلوسه مرة بتخلص. وهو بيفضل يلف في الشوارع لحد ما بيفكر انه بيبقى جزء من جسمه، وفعلا بيمشي في الاتجاه وده، وبيتصل مع سمسار في الموضوع ده اللي بيعرفه على جزار ابوه محتاج كلية، وبيمشي في كل الاجراءات وبيعمل الفحوصات، وبيفضل في الوقت ده يتصل بشروق عشان يصلحها، وبيروح لها البيت لكن مش بترضى تقابله. وكل ما بيقرب من العملية كل ما قلقه بيزيد وبيتورط في الموضوع أكتر. وحماه بيعرف إن البرنامج اللي صوروه هيتعرض في نفس اليوم بالليل، وبيروح يحكي لصاحبه على اللي عايز يعمله وبيحاول يمنعه لكن ما بيقدرش. ومحمد بيطلب منه إنه يكون معاه بكرة لأن العملية تتعمل بكرة. وطبعا شوقي صاحبه مش بيسيبه، بيجهز كل حاجة معاه. وفي اليوم السابع للعملية بالليل البرنامج بيتعرض وبيتفرج عليه وزير التضامن، وبيقول لمدير مكتبه إنه عايز يقابل محمد وشروق ولازم يشوفهم محتاجين ايه ويساعدهم. لكن مدير مكتبه بيفكر انه عنده سفر بكرة الساعة 4:30 وعنده اجتماعات لحد 1:30 الظهر، يعني مش هيكون في وقت، لكنه بيصر انه يحاول يوصل لهم. ومدير مكتبه بيحاول يتصل بمحمد اللي بيكون تليفونه فصل ودخل المستشفى خلاص عشان يستعد للعملية. وبيتصل بشروق اللي تليفونها بيفضل يرن لكنها مش بترد على اي رقم غريب. لحد تاني يوم اول ما بيفكر الوزير وبيسأل مدير مكتبه اللي بيقول له انه ما قدرش يوصل لهم، لكنه بيطلب منه انه يكلم الراجل اللي كان معاهم اللي هو ابو شروق الاستاذ سعيد الشمسي مدرس الجغرافيا. وبالفعل بيتصل بيه وبيرد عليه وبيخليه يكلم شروق اللي بتصحى من النوم على المكالمة وبتكون متلخبطة ومش فاهمة، لكن بتفهم من مدير مكتب الوزير ان الوزير طالب يقابلهم الساعة 1:30 الظهر ولازم ما يتأخروش لان الوزير مسافر وعنده طيارة. وطبعا كده فاضل مين؟ محمد اللي كان دلوقتي بيحاول يتصل بيها بقاله اسبوعين وهي مش بترد عليه. دلوقتي هي بتدور عليه لكن بيكون الاوان فات وبيكون خلاص داخل اوضه العمليات، وبتوصل له عن طريق صاحبه شوقي اللي بيحكي لها على اللي محمد بيعمله، وهي بتبلغه ان الوزير عايز يقابلهم. وشوقي بيجري بسرعه على المستشفى وبيحاول ينقذ محمد قبل ما يدخل العمليات، لكنه بيلاقي الجزار اللي دافع الفلوس لمحمد قاعد في الريسبشن، فبيدخل أوضة اللبس وبيلبس لبس تمريض لكنه بيكون لبس حريمي. وساعتها بيدخل أوضة العمليات وبينقذ محمد من العملية وبياخده بيروحوا يقابلوا شروق وسعيد الشمسي، بس محمد للأسف مش بيكون واخد باله إنه هرب بلبس العمليات.